السلام عليكم. الحلقة هذه أو الخاتم هذا عدد 39. عدد 39 وهو يخص العقيق اليمني. العقيق اليمني دم الغزال يقولون. لأن في الخاتم هذا السائغ رسم الغزال، رسم الغزال مع وردة، لأن الغزال برأس مرتفع، قرون أو الأيل أو الغزال، الأيل لأن الغزال ولأن الأيل. واضحين؟ هذا مش من عبث، لأن الحجر هذا يشبه نوعا ما في لونه دم الغزال، لأنه الحجر هذا بطريقة معينة يصبح المرتدي متاعه كأنه الأمور متاعه تتسارع في الرزق، تتسارع في الرزق. لابد أنه يكون كيفيات معينة يقوم بها روحاني متمكن. ما نمش نحكي أكثر من هيك، مش نحكي أكثر من هيك، لأنه نخاف أنه فما ناس تستغلها أسوأ استغلال. واضحين؟ الرسومات هذه ماهيش تجسيد لكائنات حية، ولأنه التجسيد في دياناتنا الإسلامية محرم. واضحين؟ هذا لإثبات الحجر أو تعريف أو بطاقة تعريف الحجر أنها دم الغزال أو دم الأيل، لأن الراء أيل وفي الجهة الأخرى الراء غزال، معناها الأيل والغزال الدم تاعهم الاثنين صالح للعملية. واضحين؟ الحجر هذا صالح للعقود الأصلية والفرعية، عقيق يماني ما شاء الله. نحب نطيح الإضاءة لأقصى درجة، مش عارف إذا الإمكانية موجودة. لاحظوا الحجر التخطيط اللي موجود في وسطه، النصف متاعه غامق والنصف متاعه فاتح، وهذا ما يقصد بالأيل والغزال، وهذا ما يقصد به بالأيل والغزال، أي أنه رسومات رمزية مش رسومات لذات الروح. واضحين؟ لأن الخاتم هذا في حد نفسه لما تراه الأول مرة تراه بلون واحد، أما هو في الأصل بلونين، في الأصل بلونين راه. وهذا تعريف للخاتم لا أكثر ولا أقل، هذا تعريف للخاتم. نعرف أغلب من كانوا من الديانة المسيحية، ما نقولش من الديانة، ما عادش نقول الديانة لأنه هي مذاهب، المذهب المسيحي أو المذهب اليهودي يحبوا الخواتم من نوع هذا. حتى الإسلاميين يحبوا الخاتم من نوع هذا، نظرا لطاقته العالية، نظرا لطاقته العالية، وهو صالح لإبرام العقود كما وضحنا في جميع الخواتم اللي تخص العقيق اليمني. العقود الأصلية بالنسبة للمفتوحين لها، والعقود الفرعية بالنسبة لعامة الناس، بشرط أن يكونش عندوش أذى روحاني. خاتم جميل، صياغة جميلة، حجر جميل، سبحان الذي خلق وأبدع، صالح في المجال الروحاني، نقي حاليا في حالته الأصلية، ورب العالمين يسخر لمن سوف يكون ملكا له أن يسهل له السبل حتى يكون ملكه، أو حتى يأخذ ما سخر له من أملاك في هذه الأرض، من جملة الخاتم هذا بالطبع. خاتم جميل وجميل جدا، حتى الصياغة ما شاء الله. ربي يسهل للجميع.